مساء الفل. خلينا نقولها بالكلمات. في موضوع مركون عند ناس كتير، خطير جدا، موضوع يشكل مالي وممل، لكن تأثيره متنوع على بيتك يوميا، بسعر الدولار، في الأسعار، في الفايدة، وفي ديون الدولة. تخيل معياك دولة محتاج دولار مش للأبد، دلوقتي، لكي تستورد قمح، وقود، دواء، قطع غيار، أشياء كثيرة أصلية مسعرة بالدولار. وفوق ده كله مواعيد توقف، ما فيهاش الجديد بمزاجنا. فلما الدولة تبقى محتاجة دولار بسرعة، بتعمل اللي أي سوق بيعمله، بصفقة مغربية. انت للمستثمر بالدولار هنحوله لك عملة محلية واديك عائد عالي، وبعدين تخرج ما تحب. وده الاسم، المال الساخن. وخلي بالك، هوت ماني مش كويس ولا وحش كفكرة، هو سيارة رياضية زي أي أداة، ليها فايدة وليها تكلفة وليها بوليها. والنهاردة احنا هنشرح مفهوم واحد بس، الأموال الساخنة، بوضوح وبالأرقام، من غير أبو، من غير شعارات، ميكانيكي بس. هنمشي كده. 1. يعني إيه هوت ماني في جملة؟ 2. إزاي الدول بتدفع للمستثمر؟ 3. وبعد مثال واضح عن مصر بعائد حقيقي 25%. 4. ليه الطيور بيطلب عائد أصلي؟ 5. ما هو هدف إخراج الهوت ماني؟ وليه ده الضغط على العملة؟ 6. وليه المال الساخن لازم يتحسب دين حكومي؟ 1. تعريف سريع وواضح. المال الساخن هو فلوس أجنبية مختصرة للتدخل لهدف العائد، لنبدأ لفترة طويلة في المصنع أو المشروع. فرق مهم جدا، استثمر مباشر FDI، مصنع، فندق، مشروع، صعب يخرج بسرعة. النقود الساخنة ورق مالي، أدوات مالية، يقدر يخرج بسرعة أول ما الخوف يزيد. أولاً، هوت ماني بيروح فين؟ إذن خزانة، فواتير الخزينة، وكالة حكومية، أدوات سوق المال، ودائع قصيرة، وبيتحرك بسرعة مع تغيير الفايدة، توقعات سعر الصرف، أخبار عديدة. الفايدة العالمية، خصوصاً أمريكا، علشان اسمه هوت، سخن، سريع، متقلب. 2. جملة الأهم في الحلقة، اسمع دي كويس. أهم شيء، هوت ماني صفقة فايدة بس. ده صفقة فايدة مش صفقة شراء في نفس الوقت. يعني إيه؟ لتتعلم، بيكسب بالعملة المحلية، لكن في الآخر هو بيحاسب نفسه بالدولار لما يطلع. فمش سؤاله العائد كام، سؤاله الحقيقي، العائد ده هي أغلب حركة الدولار ولا لأ؟ لأن لو كانت العملة المحلية نزلت قدام الدولار، ممكن مسح كل شيء. 3. الشكل رقم 1، ورقة الخصم، مأذون بدون كوبون. ده أبسط. الفكرة، مفيش فوائد بتنزل كل شهر، انت تشتري أقل من المطلوب وتستلم القيمة كاملة في النهاية. مثال 6 شهر، القيمة الإسمية اللي فندق استلمها في الآخر 100، السعر اللي بتدفعه النهاردة 90، بعد 6 أشهر تستلم 100، الربح 10. طيب يحسب إزاي؟ فيه نوعين الحساب. ألاف، عائد الفترة، عائد فترة الاحتفاظ، إسلافت 100 مينوس 90 على 90، إسلافت 10 على 90، إسلافت 1، 10.11% خلال 6 شهور. ب. عائد سنوي تقريبي بما في ذلك 6 شهور، نص سنة 1، 10.11%، كمان 2، تقريبا 22.22% للمساهمين. شايف؟ خصم بسيط يدي رقم سنوي لأن المدة قصيرة. مثال 3 أشهر، شراء ب59، تستلم 100 بعد 3 أشهر. نسبة الفائدة، إسلافت 100 مينوس 59 على 59، إسلافت 5.26%. العائد السنوي تقريبا، إسلافت 5.26%، في 4 تقريبا 22.04%. ليه المرأة بتحب الشكل ده؟ سهل السيطرة عليه، بيمولها بسرعة وتقدر تدوره كل شوية. قصيرة، رول أوفر. وليه يحبه؟ قصير، سهل يخرج، إلا لو الدولار نفسه يبقى صعبا يتجاب وقت الخروج، وهنا تبدأ المشكلة. 4. الشكل رقم 2، سندات القسيمة. يعني إيه كوبون؟ دلوقتي روح للشكل الثاني، هناك الكوبون. الكوبون ببساطة
هو نسبة الفائدة اللي السند بيدفعها على القيمة الإسمية. مثال: سند كوبون 20%، القيمة الإسمية 100، كوبون 20% سنوياً، يبقى كل سنة الدفع 20، وفي آخر المدة يرجع 100 أصل الدين. بس خد بالك من نقطة الناس بتتلخبط فيها: الكوبون مش دايماً هو الحقيقي العائد. ليه؟ لأن السند ممكن أن يتباع بسعر أقل أو أعلى من 100. لو اشتريت السند ب100 قسيمة 20%، عائدك 20%. لو اشتريته ب90 والكوبون نفسه، عائدك أعلى. لو اشتريته ب120، عائدك أقل. مثال: سند بكوبون مش شراء بخصم، القيمة الإسمية 100، الكوبون 20، سعر الشراء 90، المدة سنة واحدة. هو استلم 20 فايدة، 100 أصل، اسلفت 120. الربح على فلوسك 120، 90 على 90 يساوي 30 على 90 يساوي 33.33%. ليه عالي؟ لأنك كسبت من حاجتين: قسيمة وفرق السعر من 90 مرجعت ل100. 5. الشكل رقم 3: الكومبو، خصم من كوبون. لما الحالة مستمرة، مستعجلة جديدة، ممكن ومؤكد عرض مزدوج، تسوق بخصم، الخصم، وفي نفس الوقت تاخد كوبون، قسيمة، مدة قصيرة. مثال بسيط: القيمة الإسمية 100، سعر الشراء 92، الكوبون 10 في السنة، المدة سنة، المستلم 10 زائد 100 يساوي 120، ما يساوي 120 ناقص 92 مقسومة على 92 يساوي 18 على 92 يساوي 19.57%. والحكاية بتبقى لو فقط المدة أطول، أو الكوبون الأعلى، أو الخصم الأكبر، ساعتها العائد المكافئ يطير لفوق. 6. أهم كوبري: لا يجب أن يحسب بالدولار. كل اللي فات ده حساب محلي، لكن الأموال الساخنة أصله تستثمر أجنبي، بيحاسب نفسه بالدولار. ببساطة، مكسب الدولار إسلاف محلياً، انخفاض العملات، اختلافات متعددة وتكلفة مختلفة. هنا تشمل: هل هقدر في الوقت اللي أنا أريده؟ هل يجد دولار وقت الخروج؟ هل فيه 7. مثال مصر، عائد 25%. خطوة بخطوة. تعال نطبق مثال نظيف عشان الفكرة تثبت. الخطوة الأولى: المستثمر يدخل دولار. نفترض مستثمر دخل 100 مليون دولار. الخطوة الثانية: يحول للدنيا المحلية EGP. نفترض سعر الصرف دولار واحد يساوي 50 جنيها، يبقى معاه 100 مليون ضرب 50 يساوي 5000 مليون جنيه، يساوي 5 مليارات جنيه. الخطوة الثالثة: يشتري أدوات حكومية بعائد 25%. بعد سنة 5.0 مليار ضرب 1.25 يساوي 6.25 مليار جنيه. وهنا تبدأ اللعبة كلها. هو عايز يطلع تاني دولار. سيناريوهات الخروج: سيناريو A: سعر الصرف ثابت، أفضل حالة، لسه 50، 6.25 بمليون دولار على 50 يساوي 125 مليون دولار، يعني مكسب 25% بالدولار. سيناريو B: انخفاض بسيط في الجنيه، 50 إلى 55، ده انخفاض حوالي 10%، 6.25 بليون على 55 تقريبا يساوي 113.64 مليون دولار. المكسب بالدولار تقريبا 13.64%، يعني جزء كبير من العائد اتاكل بسبب الدولار. سيناريو C: نقطة التعادل break even. قاعدة تقريبية: لو العملة نزلت قريبا من نسبة العائد، العائد يروح. العائد 25%، يبقى لو الدولار طلع 25%، 50 إلى 62.5، 6.25 بليون على 62.5 يساوي 100 مليون دولار، يعني مكسب يساوي 0. سيناريو D: انخفاض أكبر، 50 إلى 70،
6.15 مليار دولار على 70، تقريباً 98.29 مليون دولار. يعني المستثمر خسر حوالي 10.71% بالدولار. الخلاصة: 25% مش فلوس سهلة، ده تعويض عن احتمال إن العملة تتحرك ضدك. وعن المخاطر. 8. ليه المستثمر بيطلب عائد عالي في دول زي مصر؟ السؤال ده مهم جدا، وخليه في دماغك. العائد العالي مش كره في بلد ولا شطارة زيادة، ده حساب احتمالات. يعني المستثمر ممكن يبص كده: توقع انخفاض العملة في السنة مثلا 12% إلى 18%. علاوة مخاطر 5% إلى 10%. صعوبة خروج، سيولة 2% إلى 5%. فهو لما يطلب 25% ممكن يكون شايف إن ده تقريباً اللي يخليه يطلع ربح بالدولار بعد المخاطر. مش شخصنة، ده رياضيات تحت عدم يقين. 9. الخطر الأكبر: خروج جماعي. في نفس الوقت هوت ماني بيهدى طول ما الثقة هادية، لكن لو حصل خوف وناس كتير قررت تخرج مرة واحدة بيحصل تسلسل خطر. الكل عايز دولار حالاً، الطلب على الدولار يعلى، الجنيه يضعف، الخوف يزيد، ناس أكتر تخرج، ضغط أكبر، احتياطي يتسحب، الاحتياطي يقل. عشان توقف النزيف ممكن ترفع الفايدة، خدمة الدين تزيد، وده اسمه حلقة خروج. حتى لو البلد عندها مستقبل، الضغط القصير ممكن يبقى عنيف. 10. ليه هوت ماني لازم يتحسب دون حكومي؟ دي نقطة بسيطة بس ناس كتير بتتجاهلها. لو الهوت ماني دخل عبر أذون خزانة وسندات حكومية يبقى الحكومة اقترضت، والاقتراض يعني أصل فلوس لازم يرجع، وفايدة لازم تدفع، وغالباً لازم تدور الدين كل شوية، رول أوفر. إذن هوت ماني في أدوات الحكومة، إسلاف جزء من الدين العام، وبما إنه قصير الأجل يزود مخاطر إعادة التمويل. يعني كل شوية لازم تلاقي ناس جديدة تدخل أو ترفع العائد أكتر أو تضغط على العملة. وقريب جدا في حلقات جاية هنفتح ملف الدين نفسه بشكل مركز وواضح. الخاتمة النظيفة في الآخر: هوت ماني هو دولارات سريعة بتدخل عشان عائد عالي، وبتخرج بسرعة أول ما الخطر يزيد أو الدولار يتحرك. فالسؤال مش هوت ماني كويس ولا وحش، السؤال الحقيقي: هل البلد عندها استقرار وتدفق دولار كفاية عشان تعرف تتحمل لحظة الخروج؟ لأن جذب هوت ماني سهل، ترفع العائد، الناس تيجي، لكن الاحتفاظ به صعب. أول ما الخوف يرجع هو أول واحد يمشي، وده هو معنى هوت ماني.